السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده ديالكم ديال الاخبار حتى وزه اللي ما غتفهموا فيها حتى شي وزه يعني vous n'allez comprendre aucune loi اللوا هي وزه بالعربيه ولا بالفرنسيه. المهم ما علينا، نبداو الخبر ديالنا. الاخبار ديالنا الواعره بزاف اللي كتحدد استئذان الجزيره وكاع داكشي ما ديروا تفرج ليا في الجزيره وتبع ليا الاخبار وما عرفتش الدراما تخابر داكشي ما دير تفرج في الاخبار اللي كاينه بصح. الاخبار ديال بصح اللي كتهم في اول حاجه كتهمك بزاف اللي خصك تعرفها اللي كتهم عدتك شنو خصك تاكل. وانا اللي نقولها ليك شنو غنقول ليك، واحد الحلابه يلاه حلات، واحد الحلابه حلات كتبيع الرايب بجوج دراهم بالسير الله يخليك بجوج دراهم ونص. فين حلات هاد المحلابات؟ غير هنايا مع الدور وما نعرف قلب عليها نقول لك انا دورة فين دابا انا كاين مع الدور محلابه واعره جديده. عرفتي واحد الكراسه ولا هادي طاقه داكشي من الهير انتيك ما كاينش تقول لي انا شي حاجه خلينا ندير المحلابه ديال الجدريه. ما علينا، هادشي في الخبر الجديد اللي تنقول لكم انايا الخبر نيكال نيو. في الخبر الثاني في الخبر الجهوي عاوتاني تنقول لكم لقاو واحد الراجل واقف اسيدي، لقاو راجل واقف قسمين في الزنقه وما عرفوش علاش. وتخيل معايا واحد واقف في الزنقه قسمين اصاحبي باش ما قال لي راسو وقف. حنا عندنا في المغرب كلشي تيكون جالس مشى ضرب تقول لك وقف واقف ليا داير وقفه قسمين بوحدك. وهذا الخبر هذا حير علماء الاجتماع وحير سورتو الشرطه العلميه والتقنيه في المغرب اللي ما عرفوش هذا السيد هذا علاش بقى واقف مده قسمين ديال المكان يعني. وهذا الخبر ما كاين يقول اخبار توزع. في الخبر الثالث عجبني في الخبر الجهوي اللي غنختمو به الخبر الجهوي هو واحد الخبر مفزع بزاف، واحد الظاهره اللي ما عمر المغرب ما عرفها، هو واحد القط تلف، اختفاء قط. تخيلوا معايا ان تلف قط. انا عايشين في واحد الدوله اللي متصدره مؤشر التنميه وما عرف شنو وقط تالف ماشي تكعب ما عرف شنو دير. المهم تلف واحد القط ودابا راه تيقلبوا عليه الله يرحم باكم منين لقاه. راه داك القط راه ظريف الله يعمر، راه اتصل بنا السيد المولى وقالنا داك القط راه كتقول ليه بش 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 كيجي عندك والله وباش تعرفوا. المهم سير في الزنقه ياك بقى دير بش بش بحال القط اللي جا عندك راه هو هذاك اللي تالف. هذه سيور سيرتا واتصلوا بينا في خبر حتى وزه وحنا غندوزو الميساج للسيد اللي بغا، حيت راه حتى شي صحيفه ما نهضرش على هادشي، حتى شي اذاعه، حتى شي قناه اخباريه سواء عالميه سواء جهويه ما هضرش في هذا الموضوع المهم جدا اللي تيهمنا كاملين. ما خصناش نسكتوا على هادشي. حقوق الحيوان 100 عام حنا في المغرب كنتقاتلوا بان حقوق الانسان تكون، ودابا وصلنا لحقوق الحيوان حققناها وفي الاخير يجي قط يتلف. هادشي ما كنسمحوش به. واخا انا صحافي وخصني نكون نوتر وما نهضرش معكم بهذه الطريقه هذه ولكن كنكعب. المهم غندوزو للخبر الوطني اللي كيهم الاقتصاد. ما هي السكن الاقتصادي في المغرب؟ ان ما بقى حتى شي واحد باغي يدير السكن الاقتصادي في المغرب. علاش؟ حيت ما كاينش اللي باغي يبقى يشري السكن الاقتصادي. كلشي ولا عايش في الفيلات، كلشي ولا باغي يشري القصورات، كلشي باغي يشري الفيلات، كلشي ولا لاباس عليه. كاين شي واحد باغي يعيش في السكن الاقتصادي والتفكيريه شحال هادي بان تيقلبوا جو صافي تيدير لاباس تولي باغي يعيش في فيلا ولا شي حاجه. تواضع صاحبي وشري شي بطن ب 25 مليون كنت انت فهمتي تعيش الحياه السعيده، ما تبقاش تشري في داكشي الغالي وبزاف. وفي الخبر عاوتاني في هذا الخبر هذا راه دوك المناطق اللي لاباس عليهم بحال قلتي حي كاليفورنيا في كازا ولا السويسي ولا حيات في الرباط توسعوا ولا فهمتي ولاو كبار بزاف وما بقى حتى شي واحد في الحياه الشعبيه والناس تيكعاو. الناس اللي كاين في الحياه الشعبيه تيقول لي يجي شي واحد يونسنا صاحبي يجلس معنا ولا شي حاجه. هادشي ما يمكنش. في الخبر الوطني عاوتاني في الخبر الوطني عاوتاني ارتفاع ثمن التريات ولاو تيسواو غاليين. وخرج واحد القرار ديال الحكومه بان اللي عنده شي تريه يخليها في دارو، اللي معلق شي تريه يخليها، مكاينش تخرج تريه ولا داكشي ما بقاش فهمتي. واخا التريه كتصر راه مكاينش
شد الضغط ملي جيت ريح الضغط ديك التصاوير بعدنا نديرو بها ديال تخرج الضو بها الزنقه، راه كاين البواط في الزنقه مضويين غادي تخرج دريتك مشاكل كي دايره. المهم ندوزو عاوتاني للخبر الدولي. المهم باش نعاود نقول لكم راه خبير الرياضه في العالم. Il se passe des choses dans le monde qu'on ne peut jamais comprendre. C'est catastrophique ce qui se passe dans le monde. Bah imaginez qu'il y a la guerre civile في l'Europe. Mais c'est incroyable. Mais في الخبر الدولي في اطار نطاق ربالة، المغرب يدين بأحوال حقوق الإنسان في الدولة الشقيقة النرويج. تدني حقوق الانسان في الدوله الشقيقه النرويج اللي كتعاني من المجاعه وكتعاني من بزاف المشاكل، واللي الحكومه النرويجيه برهنات انها عاجزه انها تحل هذه المشاكل هذه رغم المساعدات اللي كيصيفط لهم المغرب واللي كتصيفط لهم دول اخرى باش يتجاوزوا هذا الشيء، ولكن ما لهمش الوقت. وفي الخبر الدولي، الحرب الأهلية في ألمانيا لا زالت مستمرة بين الجنوب والشمال والشرق والغرب والوسط الألماني، وهذا من شأنه أن تكون له تداعيات جهوية خطيرة في القارة الأوروبية التي تعرف عدة أزمات من الحروب الأهلية وتنامي بزاف ديال المشاكل ولا وفي الخبر الدولي، سوف يقوم المغرب بتصدير كميات مهمة من مادة الزريعة للشقيقة الدنمارك، وذلك لتعزيز العلاقات ما بين المغرب والشقيقة الدنمارك. وقد تعرف هذه الاتفاقية تصدير ما حوالي 40 طن من مادة الزريعة يوميا، والذي من شأنه أن يخلق عدة فرص شغل للجاليات المهاجرة بالمغرب وإنعاش الاقتصاد الدنماركي الضعيف. هذا في الخبر الدولي. المهم ما عطيتكمش شي سلوكي. وفي الخبر الرياضي، سوف ينظم المغرب كأس العالم ديال الضامة الله يخليه. شو هذيك الضامة اللي كنا حاضرينها دابا راه كنديروا لها كأس العالم وغتكون ان شاء الله في خريبكا، وسوف يتم تجهيز حوالي 40 ملعب للضامة، بمعنى تجهيز مقاهي ومحلات لاستقبال لاعبي الضامة من مختلف أنحاء العالم. ولقد رصد المغرب لذلك حوالي 100 مليون من الدرهم لتجهيز الملاعب واستقبال اللاعبين وتوفير الفنادق لهذا الحدث العالمي المهم جدا qui est très important et qu'il ne faut pas dans tous les cas le rater parce qu'il fallait le voir. وأخيرا في الخبر الفني، تنظم مدينة تال النسخة 37 لمهرجان تقرقيب الناب، حيث سوف يجتمع فيه جميع مقرقبو الناب في المغرب لكي يعرضوا إبداعاتهم واكتشافاتهم في هذا المجال الثقافي المهم الذي نسعى إلى أنه يكون واحد شي حاجة نعرفوها في العالم. حنا كنميتريزيو بزاف هذاك الفن ديال تقرقيب الناب اللي هو واحد الموروث ثقافي مهم جدا. وبهذا نكون قد ختمنا نشرتنا من أخباركم حتى وزا، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا بزاف. وإلا ما بغيتيش راه خصك تستافد اصاحبي، سمعتي هادشي كامل وما غتستافدش. المهم تهلاو في راسكم ونشوفكم عاوتاني في الاخبار الجايه ديال حتى وزه. والو الا فهمتي جي وزه وجي، انا براسي كنقول لك هاد الاخبار والله يمكن تعرف احسن مني انايا، ما تعرفش احسن مني، ما علينا. المهم من مورا هادشي غندوزو معكم اخبار الاحوال الطقس، نشوفوا شنو كاين في احوال الطقس.